السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. المخنث القريشي اتخذ عرض النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة للشهرة، حتى أن المخنث الأكبر شيخه الأكبر ياسر الذي علمه السحر والكفر صار يستحيي من بذاءة لسانه. يا هذا المدعو الخسيس القريشي، انتبهوا إخوان، وليس لمجرد اللعن والسب بهذه السفاهة وبهذه التفاهة بألفاظ نابية يعني أمور مقززة، يعني حتى يعف الإنسان لاستخدام. لكن وعد الله آت، وعد الله لا مرد له، وقد قال سبحانه وتعالى: إن كفيناك المستهزئين. ففضح الله هذا المخنث شر فضيحة أمام الملأ، أمام الجميع، أمام البشر، مو أمام واحد واثنين، لا، أمام الملأ، يفضح ويطعن بعرضه أمام الملأ. وما حصل لابن نرجس المخنث ليس بسبب كلامه عن أم المؤمنين عائشة لا فقط، بل حتى ما يقولونه عن فاطمة رضي الله عنها بكتبهم. وعلى فكرة ترى ما حصل لهذا المخنث بن نرجس يعتبر شيء عادي جدا في كتب الرافضة، فإنهم قد رووا ونقلوا عن فاطمة أمورا أسوأ من ذلك. لو خرجت زوجة هذا المخنث أمير أمام الملأ وقالت لصديق أمير المخنث: حبيبي يا الحب اشتقت لك، ايش رايكم بهذا الكلام؟ لا شك أنه فعل العاهرات. طيب هم والعياذ بالله ينسبون هذا الفعل والعياذ بالله للطاهرة المطهرة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء العالمين. يقولون أنها برواية معتبرة كما قال المجلسي تقول لسلمان: حبيبي جفوتنا، وهو يقول لها: أمثلكم يجفى؟ ولا وتقول لي علي بن طالب: روح نادى روح نادى روح نادى لي، وعلي مو موجود، ويدخل عليه لحالهم مع بعض. بل والأكثر من ذلك أن فاطمة كشفت رأسها وساقها أمام سلمان. يعني لما زوجة أمير المخنث تكشف جسمها، شو المشكلة عندهم؟ مو هي فاطمة بالنسبة لهم كشفت ساقيها ورأسها أمام سلمان، فشو المشكلة لما تكون يعني زوجة المخنث أمير أوطى من ذلك وتكشف جسدها بالكامل؟ بل وقال عالمهم التبريزي المعظم المقدس عندهم القذر عن فاطمة، يقول أن ثدييها طويلان وكانت ترضع أبنائها بإلقاء ثدييها إلى الخلف. شوفوا إلى أي مستوى منحط. فكيف زوجة هذا المخنث بن نرجس؟ لا شك أنها في أسفل السافل. غير رواية أمهم نرجس التي اختلى بها النخاس صاحب الإماء صاحب البنات، اختلى بها لوحدهما، ناما في غرفة واحدة. إذا ما وقع للمخنث القريشي لا يعتبر نهائيا إساءة في دينه أصلا، بالعكس هو عند المسلمين نعم، لكن عنده لا. نقطة أخيرة مهمة جدا أن ننوه عليها. قد يقول بعض الناس: طيب هذا الحدث قد يحصل لشخص آخر، هل يعني أن كل شخص آخر يحصل له نفس الحدث أن كلاهما معاقبان من الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا قطعا. طيب كيف نعرف أن هذا الحدث الذي حصل للإنسان عبارة عن عقوبة أم ابتلاء؟ الجواب بحال الإنسان. فنرى أن جميع الناس قد يبتلوا بالمرض، جميع الناس قد يبتلوا بالحزن، جميع الناس قد يبتلوا مثلا بالفقر، لكن الكافر الفاسق الضال إذا ابتلي بهذا الابتلاء، أما المؤمن العابد فيكون ابتلاء له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن أكثر الناس ابتلاء هم الأنبياء فالأمثل فالأمثل. والآن نترككم مع مشهد نزول زوجة المخنث على جميع المتابعين. نزلت على جميع المتابعين. شوف لحظة بسم الله عليك.